لبيك خلها من العطش تخلص انفاسي، لبيك خلني على الثرى طايح أقاسي، لبيك خل على الرمح يرتفع راسي، لبيك خل على الرمح يرتفع راسي يا أبا عبد الله. وفعلا كل هالتلبيات صارت يوم العاشور. كيف كان الحسين في يوم عاشوراء؟ ها أصفه لك كما وصفته لنا زينب، أم أصفه لك كما وصفه الواصفون؟ خلنا نبدي بزينب. قالت أنا سمعت يوين وتقربت لي. الله 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 يا زينب. أنا سمعت يوين وتقربت لي، وانا شفت الولي متوسد ايده، شفيت 1900 جرح بي، مو فد جرح واحد وداوي، يا جرح اشد يا جرح خلي. لكن سمعت الجواب. يا زينب يا زينب كل جرح بعضاي عوفي، بس جرح المثلث ايدك عليه. يا زينب رد الخيمتي كبار يا اطفالي، وعقب عيناي عينك على عيالي. يا زينب هالشمر موج بقبالي، دشوفيه على شتل شلون مهتم. سوت زينب قامت للشمر زينب تقله، اجت له شو تقول له؟ لجل هاي اليتامى حسين خلى يا ظالم من تذبح اشتاق الله، ويصير هناك خصمك جد الأعظم. تتحمل يا خايب شوف صاويب بصدره، 1100 طعنة وطبرة، غير اللي تعدى الخرز ظهرها وفوق ولعند الخرز فالصم. تقول له يا خايب خلو اخويا حسين ساعة أود عنا ومثل الموت باع، ما هو شمامة الحلوة أطباع، دخل براح روح حسين تظهر. ايش كانت تسوي زينب؟ تشم حسين وتقلب لجرحه، تشم حسين وتقلب لجرحه، ولن الشمر يوكزها برمحه. يقل لها يا قومي لو
ذبح جفوف ذبحة وخليها على طول الدهر تذكر.